اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ سوس عطيه. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك، ويا ريت الفيديو ده يجيب لي شويه لايكات كتير يا جماعه بعد اذنكم من فضلكم. النهارده الفيديو هيعجبكم جدا جدا، والاكله جميله وطلبت مني كتير قوي. اكيد كلكم عرفتوا هي ايه. اكله بسيطه وحلوه ومن التراث بتاعنا المصري الاصيل. طبعا اكيد كلكم عرفتوها، هي فتة الكوارع بالخل والثوم. وعلى فكره هي دي الوصفه الاصليه للكوارع. تمام، يلا بينا نعرف احنا عملناها ازاي. طبعا بتجيبي كرعايه فريش جدا جدا، بتروحي الجزار كده محترم، او بتبعتي له او بتكلميه في التليفون تقول له انا عايزه كرعايه، وبتكون طبعا جزار موثوق فيه جدا. بيجيب لك الكرعايه بتاعت النهارده وبينضفها لك كويس قوي، بيقطعها لك وانت بتغسليها بقى، وبتبقى الميه بتاعتها زي الشهد كده زي ما انت شايفه. بعد كده بتجيبي حله، بتحط فيها ميه تتغلي، وتحط فيها الكرعايه دي وهي متقطعه كده ونضيفه وجميله، تتغلي حوالي 10 غلوات. انا عايزه اقول لك شوف الشوربه بتاعتها ولا فيها اي حاجه، جميله ونضيفه وريحتها زي الفل، لان هي جايه من مصدر حلو جدا. بعد كده بنحط ميه في حله تانية ونحط وتغلي، ونحط فيها بصلايه متقطعه، وانقل فيها الكوارع اللي انا غليتها 10 غلوات في حله تانية، احطها في الحله اللي انا هبدا اسويها. يعني احنا دلوقتي هنبدا نسوي الكوارع. رشه جوز الطيب وشويه فلفل اسود كمان. خلاص كده بدا بصل وجوز الطيب وفلفل اسود، خلاص كده. واسيبها بقى تستوي براحتها، يعني دي تقريبا في نص التسويه او 3/4 التسويه. انا كده ما حطيتش ملح لسه، لان انا دايما بحط ملح في قبل التسويه بشويه. هي بقالها حوالي شويه حلوين كده لحد ما تستوي، لان انا بحب الكوارع كده تلزلز وتلمع، تعرفي كده ان هي وتسيب من نفسها كده كده، خلاص تحس انها استوت. طبعا بدأنا نحط ملح في المرحله دي، بس خلي بالك احنا مش هنحط ملح كتير، لان احنا عندنا مرحله تانية هنحط فيها ملح، فمش عايزه الحاجه تبقى مالحه قوي. واسيبها بقى، اغطي عليها واسيبها تستوي براحتها خالص خالص. جبت بقى شويه توم وفرمتهم وحطيت عليهم شويه زيت، وصفرتهم كده، خليتهم لونهم ذهبي جميل كده. وبعدين حطيت عليهم اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط، التوم عمل لون ذهبي جميل قوي. وجبت طماطم وعصرتها وصفيتها. اهم حاجه يا جماعه لما نيجي نستخدم الطماطم العصير اللي بنضربها في الخلاط، نعصرها في الخلاط كويس ونصفيها كويس قوي بمصفى، عشان بيبقى فيها قشر وبذر، ما ينفعش ان احنا ناكله او نحطه في الاكل، يعني لازم الحاجه تصفى كويس قوي. وحطيت عليها كمان معلقتين معجون طماطم. لو عايزه تحطي حطي، مش عايزه تحطي بلاش، هي الطماطم اصلا كفايه قوي. وبعدين حطيت شويه شطه، شويه فلفل، ملح، كمون، وسبتها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده، وتستوي براحتها وتتسبك براحتها، لان صلصه الثوم دي من الصلصات الاساسيه مع فتة الكوارع. شايفين بقى الطعم والريحه واللون؟ والله عايزه اقول لكم الريحه تجنن. صلصه الثوم طبعا من الصلصات اللي بتفتح النفس جدا جدا. انا بقى كده خلاص الصلصه اتسبكت خلاص. يعني شايفين الكوارع بقى شكلها، الشوربه حتى تحس انها بقت مستويه كويس قوي. هوريكم دلوقتي شكل الكوارع. شايفين اللمعه اللي انا بقول عليها؟ وسايبه من نفسها وتحس انها ملزلزه كده، خلاص هي كده استوت وبقت فل قوي قوي قوي. وشوربتها كمان واخده اللون الحلو قوي ده. تمام. جبت الصينيه وحطيت جزء كبير من يعني حطيت جزء من الكوارع، لان ده هحمره في الفرن، هديها وش كده جميل مع الصلصه بتاعت الثوم. حقيقه بتبقى حلوه قوي قوي لما بتتحمر كمان وتحط عليها صلصه ثوم، بتبقى حلوه قوي قوي. فهنشوفها دلوقتي. انا طبعا كترت صلصه، لان احنا بنحب الصلصه بتاعت الثوم عليها كتير. انت ممكن تحطي معلقتين 2 بس وتدهني بالفرشه كده، لو انت مش حابه الصلصه تبقى كتير مفيش اي مشكله خالص، هتحطيها برده تحت الشوايه تحمر ويبقى شكلها جميل جدا جدا. في الحالة دي انا خلاص هحطها في الفرن. وكمان الشوربة اللي كانت بيضة معايا حطيت لها معلقتين 3 من الصلصة بتاعت الثوم عشان تدي ريحة وطعم. عايزة اقولك ان الشوربة دي لما بتحط عليها تحطيها في بولات وتعصري عليها ليمون وتشربيها، حلوة جدا وصحية جدا جدا. واكيد انتوا عارفين هي فايدتها حلوة وكتيرة وكبيرة قد ايه. جبت الطاسه بقى الجديده بتاعتي وبركولي عليها يا جماعه، وحطيت فصين 3 توم وحته زبده وحبه زيت عشان اعمل بقى الفته الجميله. حمصت العيش في الميكروويف وقطعته عادي جدا، بس لازم ياخد تحميصه ويبقى ناشف عشان يبقى بيقرمش معاكي وجميل. وزودت الزبده شويه. بعد كده انا في المرحله دي نسيت احط خل، المفروض قبل ما احط العيش كنت احط شويه خل
احط شويه خل على الزبده والثوم، بس الحقيقه نسيت خالص، بس هحط ملحوقه يعني، هعملها لكم دلوقتي هتشوفوها عامله ازاي وطعمها ما اتغيرش ولا حاجه. فضيت بقى انا كده العيش المقرمش بالثوم والزبده في الصينيه، عشان هحط عليها بقى خلاص معلقه صلصه، يعني هي معلقه واحده بس كفايه عشان الكوارع فيها صلصه كتير. وحطيت عليها بقى من شوربه الكوارع، شوربه رهيبه وريحتها فظيعه جدا جدا. هحط كمان يجي 7-8 معالق كده عشان دي بقى الفته. هنا بقى اهو بدات احط الخل، حوالي معلقتين خل، قعدت رشرشتهم كده، وعلى فكره طعمها كان جميل جدا جدا وما اتغيرش طعمها ولا في اي حاجه، بس انا نسيته الحقيقه، انت ما تنبيش تنسيه بقى وانت بتعملي. وكنت عامله رز ابيض جميل كده، حطيت بقى يعني كميه الرز اللي انت هتحطيها تبقى اقل من الفته، زي ما احنا متعودين في اي فته، زي ما بنعمل فته العيد في الخل والثوم. وحطيت بقى الكوارع بتاعتي الجميله باقي الكوارع تحفه، وطعمها يجنن جدا جدا، يعني عايزه اقول لكم يعني جميله جدا جدا الحقيقه. وشكلها كمان مشهي قوي وريحتها فظيعه جدا. هحط بس معلقتين كده صلصه بس يزوقوا الحكايه. بس كده خلصنا الصينيه بتاعتنا، والصينيه اللي في الفرن وشها احمر وبقت جميله جدا. وتفضلوا بالف هنا وشفا، احلى صينيه كوارع واحلى صينيه فتة كوارع ممكن تاكلوها في الدنيا. الف هنا وشفا، واعملوها بالطريقه دي، وبجد قولوا لي رايكم فيها، والف شكر لكم كلكم، وباي باي.